الا كنتي كتقلب على التشويق والغموض والقصص اللي ما كيتنساوش، نبغي نحييك ونقول لك راك وصلتي للقناه الصحيحه، القناه اللي كتحطك في قلب قصه وتخليك انت القاضي. في كل حلقه كنعاود 3 ديال القصص وغير وحده اللي فيهم حقيقيه. المهمه ديالك هي تكتشف القصه الحقيقيه وسط الاكاذيب وتشارك معنا الراي ديالك في التعليقات، واش القصه واحد ولا جوج ولا ثلاثه، وقولنا حتى علاش. كمل الفيديو حتى التالي باش تعرف القصه الحقيقيه. الى عجبك هذا البلان خلي لايك ودير اشتراك وفعل الجرس باش يبدا يوصلك كل جديد، وخليك ديما واجد حيت الوصول للحقيقه ما كيكونش ديما ساهل. اشنو غادي دير الا شعلتي راديو قديم وبلاص ما تسمع موسيقى ولا اخبار عاديه تسمع صوت كيهضر على كارثه، وإلا قال لك هاد الصوت باللي هاد الكارثه وقعات في 1944 قبل ما تولد بسنين طويله، واش غادي تيقوا ولا غادي تقول غير محطة راديو تبيراطات؟ سمعوا القصة الأولى ديالنا وحكموا راسكم. هاد القصة كتدينا لعام 1988 وكتحكي على شاب سميتو فرانك. فرانك كان معروف بحبه الكبير لجمع الراديوات القديمة. واحد النهار هو كيقلب في السطح ديال جداتو لقى واحد الراديو قديم بزاف وراجع للربعينات. خدا معاه للدار وبقى كينقيه ويصلحو مدة طويلة حتى قدر فعلا يخدمو من جديد. ولكن داك الراديو كانت فيه شي حاجه ماشي هي هذيك، ما كانش كيلتقط محطات عاديين. وواحد العشيه سمع فرانك واحد الصوت ضعيف خارج من الراديو كيهضر على تحذير ديال الطقس نهار 10 يوليوز 1944 في شي منطقه فرنسيه ما عمرها دازت له على البال. في الاول كان كيسحاب له غير محطه ديال الراديو تبيراطات وضاحكين عليهم، ولكن النداءات بقاو كيتعاودوا ليله ورا ليله ودائما جايين من الماضي. واحد الليله كيسمع واحد الخبر خلاه ينقز من بلاصتو، كارثه ديال فيضان في مدينه صغيره في هولندا بتاريخ 1 فبراير 1953. فرانك قلب وبحث وتاكد بلي داك الكارثه وقعت بصح. هنا بدا كيفهم شويه بشويه الراديو ديالو كيلتقط بالتحقيق من الماضي. من بعد شي اسابيع جات رساله جديده وخطيره بزاف، صوت كيهضر على حادثه ديال القطار غادي توقع على غد الليل، يعني في المستقبل وقريبه بزاف من المدينه ديالو. فرانك تخلع بزاف وترعب كاع، عيط للبوليس وعيط لشركه القطار، ولكن حتى واحد ما صدقو. قصه ديال الراديو كيسافر في الزمن بانت لهم غير هضره ديال شي واحد حمق غالبا. ولكن في الصباح لغد الليل تصدم فرانك ملي حل الجورنال، وقعت فعلا حادثه خطيره ديال القطار وبالضبط في ديك البلاصه اللي حذروا منها الراديو. من داك النهار فرانك ما عمرو شغل الراديو. اش بان لكم في الراديو اللي كيسافر عبر الزمان؟ واش فرانك كان ضحيه صدفه ولا كان عنده فرصه يبدل شي حاجه وما قدرش؟ واش معرفه الحقيقه قبل وقتها نعمه ولا نقمه؟ والاهم من هذا الشيء، اش بان لكم في هذه القصه؟ واش حقيقه ولا خيال؟ شاركوا معنا آراءكم في الكومنتار. تخيل معايا تعيش حياتك كاملة ومن بعد تكتشف باللي كاين شي واحد آخر عايش نفس حياتك حرفيا، اختار نفس القراية اللي قريتي ونفس الخدمة اللي خدام فيها، وتزوج بمرأة عندها نفس السمية ديال مراتك، وولدو سمى على نفس الاسم ديال ولدك، وانتوما ما عمركم تلاقيتو. واش هادي غير صدفة ولا القدر كان كيلعب لعبة خطيرة؟ بلا ما نطول عليكم خليكم تكتشفوا القصة الثانية ديالنا. أحداث القصة كتدور في ولاية أوهايو بأمريكا سنة 1940 فين كيتزاد توأم متطابق وتفرقوا مباشرة بعد الولادة وتبنتهم بجوج عائلات مختلفين. اللي ما كانوش عارفين العائلات اللي تبناوهم هو أن كل عائلة بلا ما تكون كتعرف الأخرى سمات ولدها الجديد بنفس الاسم جيمس الأول وجيمس الثاني ترباو غير على بعد حوالي 60 كيلومتر من بعضياتهم، ولكن ما عمرهم ما تلاقاو. ومن هنا كتبدا الغرابه ديال هاد القصه. بجوجهم كانوا كيعشقوا الرياضيات وكيعجبهم يخدموا بالخشب، وبجوجهم تزوجوا بامراه سميتها ليندا، وبجوجهم زاد عندهم ولد وسماوه جيمس آلان. ولكن الغرابه ما سالتش غير هنا، بجوجهم طلقوا من المراه الاولى ليندا ومن بعد تزوجوا مراه اخرى، وبالصدفه الغريبه بجوجهم تزوجوا بامراه سميتها بيتي. بجوجهم كان عندهم كلب وسماوه توي،
وبجوجهم كانوا كيسوقوا شيفرولي زرقاء فاتحة وكيشربوا نفس النوع ديال السجائر. غير ملي وصل لواحد في جيمس عمر 39 سنة عرف بالصدفة أن عنده أخ توأم، وملي تلاقاو لأول مرة بقاو بجوج بيهم مصدومين. حياتهم دازت تقريبا بنفس الطريقة، بحال إلا كانت سلسلة ديال الصدف اللي العقل ما كيستوعبهاش. هاد القصة كتخلينا نتسائلوا واش حياتنا فعلا اختيارات ديالنا ولا شي حاجة مكتوبة من قبل. إلا جوج ديال الناس قدروا يعيشوا نفس الحياة تقريبا بلا ما يعرفوا بعضياتهم، شنو اللي كيخلينا مختلفين؟ والسؤال الأكبر في هادشي، واش هاد القصة حقيقية ولا من الخيال؟ خليونا رأيكم في التعليقات. إلا جاوكم القصص الأولى غريبين شي شوية فنبغي نقولكم شطوا راسكم مزيان مع القصة الثالثة، القصة اللي ما فيهاش صدفة عادية، فيها انتظار، أمل، ولحظة واحدة قلبت كل شيء. واش ممكن قصة حب توقف 5 سنين وموراها ترجع غير باسم ديال الويفي؟ هادشي اللي غادي نكتشفوه في القصة الثالثة والأخيرة ديالنا. هاد القصة ديال واحد الشابة ألمانية سميتها لينا، اللي في الصيف 2005 قررت أنها دير ساكا في كتافها وتسافر لجنوب شرق آسيا. في واحد الجزيرة صغيرة وبعيدة في تايلاند تلقات لينا مجموعة ديال الرحالة بحالها. التفاهم كان من اللحظة الأولى، ودوز واحد الأسبوع اللي ما كيتنساش، بالخصوص مع واحد السيد اللي سميتو بان. كان التفاهم بيناتهم زوين بزاف، وبدا بيناتهم شي علاقة ديال عطلة صغيرة. ولكن في آخر الأسبوع جا وقت الفراق، تبادلوا الإيميلات بسرعة، ووسط داك الهراج والصداع ديال الفراق لينا كتبت عنوان بان غلط فوق واحد الورقة. من بعد ما رجعت لألمانيا حاولت بكل جهدها توصل ليه، ولكن كل إيميل كانت كتصيفطو كان كيرجع. داز الوقت والسنين، لينا سالت القراية ديالها وبدات الخدمة في واحد المدينة اللي هي جديدة. ومن بعد 5 سنين وبالضبط في 2010 كانت جالسة في واحد القهوة خدامة على اللابتوب ديالها، وفجأة طفى الويفي، وهي معصبة شافت لائحة الشبكات المتوفرة، وهنا تصدمات. شبكة الويفي سميتها. كنقلب على لينا ديال الجزيرة، قلبها وقف لثانية. سولات السيد مول القهوة شكون صاحب هاد الشبكة، وهو يشير لواحد الراجل جالس غير بجوج طاولات بعيد عليها. كان هو بن. لسنين طويلة في كل مدينة كان كيمشي ليها كان كيسمي الويفي ديالو بهاد الاسم، على امل صغير بزاف ولكن صادق ان شي نهار يتلاقاها من جديد. احيانا الحياة ما كتجمعش الناس بالطريقة اللي كانوا باغينها، ولكن كتجمعهم في الوقت اللي خاص. رسالة ضيعة، سنين ديال الصمت وامل ما ماتش. ولا كنتي بلاصة لينا وبان، واش كنتي غادي تبقى كتسنى ولا غادي تخلي القصة تمشي بلا رجعة؟ واهم سؤال كيف ما ديما، واش هاد القصة حقيقية ولا خيال؟ خلينا الرأي ديالك في الكومنتير. وهنا غادي نكون وصلنا لاخر الفيديو. 3 ديال القصص اللي كيبانوا تقريبا واقعيين، ولكن غير وحده اللي صحيحه 100%. الا كنتي مازال ما خديتي القرار ديالك دير بوز الفيديو وخلي لنا تعليق، واش القصه الاولى، الثانيه ولا الثالثه، وما كرهناش تقولنا حتى علاش. وانا من جهتي غادي نقول لكم دابا شكون هي القصه الحقيقيه. القصه رقم 2 هي القصه الحقيقيه. حتى انا الصراحه ما كنتش متيق هاد القصه، ولكن هي قصه صحيحه 100%. قصه ديال التوأم المتطابق جيمس سبرينغر وجيمس لويس اللي تفرقوا عام 1940 وما تلاقاو حتى ل 1979. التشابهات الغريبه في حياتهم تدرسات وتوثقات في دراسات معروفه ديال التوائم في جامعه مينيسوتا. جوجهم تزوجوا بمراه سميتها ليندا، ومن بعد طلقوا، وموراها تزوجوا بمراه سميتها بيتي، وبجوجهم سما ولادهم جيمس، غير واحد كتبها بال والاخر بدوزال، وكان عندهم كلب سميتو توي. حتى العطله ديالهم كانت متشابهه، بجوجهم كانوا كيمشيو بانتظام مع عائلاتهم لنفس الشاطئ فلوريدا. هاد القصه دابا من اكثر الامثله اللي كتبرهن شحال التوائم يقدروا يكونوا متشابهين حتى الى ترباو في عائلات مفرقه. اما القصه ديال الراديو اللي كيسافر عبر الزمن، هذه غير اسطوره حضاريه معروفه كتدور في الانترنت بزاف. القصه الرومانسيه ديال الواي فاي فكره زوينه بزاف، ولكن مع الاسف مخترعه وما عندها حتى شي اساس. شكرا لكم على المشاهده، وإلا وصلتي حتى لهنا ما نحتاجش نفكرك تحط على اللايك ودير متابعه وتفعل الجرس باش يبدا يوصلك كل جديد ديالنا.
هذا ما كان، نتشوفوا في حلقة جديدة وقصص جديدة وتحدي جديد. مع السلامة.